أيهما أصعب، اللي بيشتري بغرض استثمار ولا اللي بيشتري بغرض السكن؟ الإجابة ولا ده صعب ولا ده صعب، لكن الأصعب اللي بيقول لي عاوز اشتري للاستثمار وللسكن في نفس الوقت. ده زي اللي بيقول لي عاوز أركب عربية أو سيارة سبور سريعة أنيقة ورياضية، وكمان آخد عيلتي معايا في السيارة بالأطفال. مواصفات عقارات الاستثمار مختلفة كتير عن شقق العائلات من حيث الموقع والمساحة والخدمات اللي لازم تكون متوفرة في شقق الاستثمار. لازم نراعي ان يكون الطلب على الإيجار فيها عالي وتصلح انها تشتغل بنظام بيوت الأطلال، لأن السايح لما بيجي دبي بيكون عاوز يسكن قريب من البحر أو المترو أو برج خليفة، ومش عاوز يضيع وقته ويسكن في مناطق بعيدة بغرض إنه يوفر أبدا أبدا. أما عقار السكن فبيكون واخدين في الاعتبارات أشياء غير تماما، كمثال فين مكان العمل بتاع الزوج والزوجة، فين مدارس الأولاد، وفين النادي بتاع الأولاد. الحاجات دي كلها لازم تتاخد في الاعتبار. قبل ما تشتري اعمل الدراسة بتاعتك، خطط مع المستشار بتاعك فين نشتري فين نروح. ده هيكون اسهل عليك كتير انك تحدد قرار الشراء. لاستشارات اكتر او معلومات اكتر اتصلوا بينا او ابعتوا لنا على الواتساب. شكرا.